يلا 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 خلينا نشوف بوتيتا تشاب على طريقتي طبعا. شوفوها البوتيتا تشاب. يلا شوفوا القرمشة، صوت القرمشة تخبر. تسمعوا؟ يا ويلي طيبة. خليت شطة المريدة راح ناخذها بايدنا. شوفوا طبعا تجنن. وهاي كانت، اذا تشوفون اكو لونين، سويته واحد طوخ هذا اللون راح ناكلها هسه، والهذا شويه ما خليته يحمر اكثر راح اخليه بالمجمده. يلا راح نبدي هسه نسويها. مرحبا حبايبي، ان شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية. اليوم سوينا بوتيتا تشاب، وشوفوا البوتيتا تشاب طبعا تخبل. اطيب بوتيتا تشاب راح تشوفوها، لازم تجربوها بخطوة بخطوة، من اول مرة راح تنجح بيدكم. عندنا الحشوة، حضرنا اللحم خليناه على النار عالي ابد على مود ليكن بمي، ينشف المي. بعدين نخلي بصل، ونخليه البصل شوية يصفر اللون، يذبل البصل. ضفنا ملعقة أكل ماجي غذورات. حطينا ملح، الملح حسب كل واحد رغبته ايش قد ما يريد. عندنا 7 بهارات، ملعقة أكل حسب هو. خلينا معدنوس أو بقدونس، نخليه ورا ما نطفي النار يستوي اللحم ينشف، بعدين نحطه، ما يصير نحطه ونار مشعول. هاي سلقنا البطاطا او البوتيتا كل واحد شلون ما يريد يسميها، تقريبا 10 دقائق. اني بالنسبة الي قشرتها وبعدين حطيتها سلقتها 10 دقائق. راح استعمل وياها نشا، وراح استعمل وياها اكيد ملح، و عندنا هاي بقسمات، او اذا عندكم انتم بالبيت اي خبز يابس تقدرون تضرموه تسووه. وعندني راح تقدرون اذا تريدون انتم تبرشوها برشوها بهاي، واذا تريدون بهاي احسن من الماكينه، لان الماكينه اذا نحطها بالماكينه بست البيت راح تصير فد مره ناعمه وما تجي زين قويه بالقلي. بس انا راح استعملها هاي احسن. واذا تريدون انتو بهاي ناعمه او الخشنه انتم شلون تبرشوها، كل واحد الموجود عنده بالبيت، مو شرط الا واحد عنده ست البيت وشغلات حسب الحاجه. وكلش طيبه تطلع. وراح نبدي هسه اسويها لكم. اللحم شوفوا شلون طلع اللحم، لحم بصل ومعدنوس برد، وبعدين حطيت المعدنوس الثاني عليه اطيب، يصير طعم طيب. وراح نبدي هاي برشنا البطاطا والبوتيتا، حطينا ملعقة أكل ملح، حضرنا ملعقة أكل نشا، عندنا هذا البقسم أو أي عندكم الخبز تقدرون تيبسوه تحطوه بالماكينة أو طحنوه حسب. راح نشوف ايش قد ياخذ الكمية. حطيت هسه 3 معالق، وراح نخلي طبعا عبالي اني دا اتصور طلع الفيديو ما دا يصور. هاي كانت عندنا سلقنا بطاطا او بوتيتا، حطينا ملعقة اكل نشا، حطينا ملح ملعقة اكل، حطينا بقسمات تقريبا 3-4 معالق. هسه راح نحط بعد مرة ثانية، ونص ملعقة كركم. وراح اعجنها. شوفوا هسه راح اعجنها. اكيد راح استعمل وياها الزيت، لان بالزيت تطلع احسن شوية. خليت كثير بقسمات بس هي تحتاج بعد شوية تلخ. راح نحط راح نقلي نشوفها مع بعض.
قطعناها بهاي الشكل. حسب كل واحد ايش قد يريد، قياسه كبير صغير، طبعا هو شلون ما يعجبه. احنا ما يعجبنا فد مرة تكون صغار، ما اعرف هيك متعلمين. هسه راح نسوي كم وحدة وراح تشوفون شلون راح تطلع. ما شاء الله عليها. اول شي لازم نطلع الهواء مالتها. اكثر شي اسويهم واخليهم بالمجمدة. يكون واحد بالشغل، يجون ولاده يكون حاضرين. وبتيتا تشاب هي طيبة، بأي وقت طلعوها. وكل واحد إذا تريدون أنتم ما تخلوها بالمجمدة، ما تخلوها العفو تقلوها تحطوها، أنا أنصحكم تقلوها أحسن. أنا على طول أخليها وأخليها بالمجمدة. نطلع الهواء مالتها. هسه راح أكملها كلها لكم وأشوفها لكم. أخذ شوفوا هسه الدخان دا يطلع. هسه الشمع راح نصيه. صارنا نحط فد مرة. شوفوا أبد لا تحطون الملعقة أو تتحركوها. هسه أنتم راح تشوفوها تحمر. من تحمر هذيك المرة. شوفوا هسه أقدر أني أحركها شوية. أنا حطيت 5. يعني المقلة مالتي كبير. تريدون تحطوها نص قلي بالمجمدة ومرة ثانية تكملوها أحسن من تحطوها بالمجمدة مقلاية. تخلوها أحسن. شوفوا ما شاء الله. هاي كانت وصفتنا اليوم. إذا عجبكم الفيديو حبايبي لا تنسون اللايك والشير، وأتمنى تسوون اشتراك بقناة. أنت تعزمنا ولا ما تعزمنا؟ من هالساعة أقول لك تعزمنا ولا نقطع العلاقات أنا وياك؟